وانا عملت ازعرينه وضربت كرسي في الكلوب. عصام يشيل النصبه وحده، كان نصر على طول يروح ويجي ويروح ويجي على نفس النظام عشان اكسر شيش. شوف الحته اللي جايه دي، يعني كان في شخصيه سياسيه كانت شغاله مع مين؟ مع مكتب الرئاسي. الشخص دي اول ما يوصل المكان الدنيا تتقلب، المطعم كله يتقلب ويجروا وراه، وكان ليه شيشه مخصوص بتاعت الباشي محطوطه على جنب ومحطوط عليها ستيكر. الباشا عطاك كام؟ قال له النهارده شكله ما معهوش فلوس، ولوى وشه العكر القصير المعرقص وتنى عيونه زي كدي. السوبرفايزر قلبه ابيض غلبان صدقوا. وجا يوم الاثنين وجات العزومه بتاعت المعلم نور. اللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، وما تنسوش الاشتراك في القناه، ويلا بيني نكمل الحكايه. دخلت الشقه عند المعلم نور ولقيت الجامع كله حاضر. كان اخوه الكبير، بعدين عرفتهم يعني، كان اخوه الكبير وكان اخوه الصغير مع 2 اخواته، وكان خالي القطاط موجود، بس انا كنتش لسه ما اعرفوش، بس بعدين عرفوني عليه. قعدنا زي كده، رحبوا بي الناس وعرفني نور على الناس اللي قاعده، اخوه الكبير واخوه الصغير وخالي القطاط. تعشيني وكلني. كان الراجل صراحة يعني المعلم نور قام بالواجب وزيادة، بط ولحمة وملوخية وبامية يعني عمل إيه زيادة عن اللزوم كمان يعني. بعد ما كلني جاء طبعا المعلم نور قال صلي على النبي يا عصام. قلت له عليه السلام. قال لي حقك علينا على اللي حصل. قلت له يا ريت خلاص أنا نسيت وأنا قاعد في شقة دلوقتي تمام التمام. قال لي ما لا، لازم كل واحد ياخد حقه. قال ده طبعا خالي الولد اللي سبب المشكلة عندك، اللي فتش في الشنطة وفتش في حاجتك غبت منها حاجة؟ قلت له لا ما غبتش حاجة، بس هي اتفتشت كده واتقلبت. خاله قال حقك عليني. خاله راجل محترم، راجل يعني قمة في الأدب والأخلاق، وحكى لي عنه نور. قال راجل بتاع معايش وبتاع شغل. قال الواد أصلا أبوه متوفي، جاي طبعا من هو صغير في القاهرة عايش زي كدي، وزي ما قلت لكم خفيف كده وقطاط شوية. قلت له يا راجل عيل صغير، الموضوع انتهى خلاص أنا نسيت. قال لي لا بس لازم برضه نعتذروا لك، واعتذر لي خاله وقال حقك علي، رجل محترم جدا بارك الله فيه. خدنا القعده وتمام التمام. وبعد كده ايه خدني المعلم نور وقال يلا بينا على قهوه الخديوي. كانت يوم الاجازه. قال لي يا عصام ما تغيرش الشغل بتاعك دي. لما صارت العلاقه قويه بيني وما بينه قلت له ليه؟ قال انا مش معشبع منك، عايز اقعد معاك على طول. قال لي والله ما معشبع منك، واجازه شغلك دي ما مخلينيش اشوفك ولا اعرف اقعد معاك. يعني انت ما تشتغل بالليل وبالنهار تنام. قلت له لا ان شاء الله قريب، الله اعلم يمكن تحصل في الامور الوضع في الشغل مش مزبوط. قال لي الحكايه. قلت له والله يا اخي حصلت مشكلي وعلى موضوعك دي، وانا عملت ازعرينه وضربت كرسي في الكلوب. قال لي موضوعيه. قلت له موضوع التب، الجماعه اللي انا شغال معاهم مع يوزعوا التب على نفسهم مش معديني نصيبي. قال لي لا غلط، ما تسكتش على حقك يا عم عصام. قلت له لا مش هسكت، ما انا بلغت المدير والمدير جمعهم وخذ القرار وقال لي زيك زيهم في التب. قال طيب زين، ايه اللي مقلقك؟ قلت له اللي مقلقني انا عارف اللي هيحصل، هيبتدي العند في الشغل وهم اقدم مني وانا لسه في المكان جديد. قال لي يا عمي خليها على الله وان شاء الله يصير خير. قلت له ان شاء الله يصير خير. المهم وبالفعل زي ما انا حكيت لكم رجعت الشغل، وبالليل نفس القصه. اول ما وصلت جاء السوبرفايزر على طول قال لي عصام. قلت له نعم. وواقف نصر وواقف علام. قال لي انت ازاي تروح تبلغ المانجر وتتخطاني؟ طبعا نفخوا في ودنه، هو الراجل طيب بس هم نفخوا في ودنه. وتتخطاني وتروح تشتكيني للمانجر. قلت له انا ما اشتكيتكش، انا بس طلبت بحقي. قال لي لا المفروض تقول لي. قلت له طب انا قلت لك وانت ما اخذتش قرار. قلت له اصبر. قال له انا فعلا قلت لك اصبر، انت ليه ما صبرش؟ قلت له اصبر ايه وليه اصبر؟ قال لي عصام انت مستجد. قلت له انا زيكم. راح نط نصر بكل غل وحقد قال خلاص خلاص يا مدير للسوبرفايزر، خلاص يا مدير عصام يشيل النصبه وحده. طبعا علام كان يوقف معاي يساعدني في لف الشيشه وكده يعني عشان السرعه، عشان ننجز لما يكون في ضغط، خصوصا في المباريات والسهرات وكده ما تضغط علينا الناس او الزباين. راح السوبرفايزر قال عصام هتشيل النصبه وحدك طالما انت عايز زيك زينا في التب. قلت له شيلها. طبعا انا واخدني الحماس وفي نفس الوقت يعني حقي لازم اطالب بيه. بداوا علي نصر وعلام. طبعا علام زي ما قلت لكم موشش، شخصيته ضعيفه، ممكن تنت فيه شويه يكش. اما ناصر ده البعكوكه القزم القصير كان جدا يعني حقودي، وهو صنايعي صراحه لوحدي برضه لازم نقول لينا ولا يعني هو صنايعي في الشيشه لهلوبه. شغلته من هو عنده 10 سنين شغال فيه، فكان يتلكك لي على اي حاجه، وكان ساعات يجيب لي 3 شيش مع بعض وقزاز
عشان اكسر واحده منهم عشان تدفع ثمنها وتتخصم من راتبك. يقول لك ادفع الثمن بدل ما هو عايز تب، لا ده انا اخليك تدفع من جيبك. انا قريتها في عيونه والله. كان يجيب لي الثلاث شيش قزاز ويقول لي انا عايز الثلاثه دول وبسرعه عشان الناس، وروح داخل واحده بواحده عاديه عشان بحيث تتلخبط تشيل دي او تشيل دي وتوقع منك وتتكسر. بس انا كنت دايما اتمالك واخلي عندي اتزان عشان ما فيش حاجه تبوظ مني او تتكسر مني وما ادفعش ثمنها. كان علام على طول يقول لي عم عصام كلنا كسرنا شيش، انت الوحيد اللي ما كسرت الشيشه. قلت يا ساتر يا اخي تشوف لنا حاجه زينه، انت ليه عايز نكسر؟ قال لي لا والله بس غريبه يعني. كان نصر على طول يروح ويجي ويروح ويجي على نفس النظام عشان اكسر شيشه. شوف الحته اللي جايه دي. في الليله دي بعد تاني يوم على طول من دفع التب ليهم لي تمام، كنت ابص واشوف على كل حاجه في الصاله اللي موجوده. كنت ابص الاحظ الاقي نصر ياخد التب ويحطه في جيبه. صراحه قلت عشان ما اظلمهوش يمكن ينسي ويمكن لما يقرب على الصندوق يحطه في الصندوق. ركزت معاه لقيته معي يخلي التب في جيبه وما يحطوش في الصندوق. والسوبرفايزر والسوسي علام للاماني كان يحط اي جنيه ياخده، كنت هقول دولار، يحطه في الصندوق. الا نصر مره يحط ومره ما يحطش. كنت اركز معاه وصراحه كان يعني بصوا وشه واسع، ما يخجلش وما يسيبش الكاستمر لما يطلع منه التب، يوقف في ظهره في ديله. انا مش عارف ازاي يعني كان يعملها، بس المهم لاحظت عليه الحركه دي كذا مره يخلي التب في جيبه. جاء السوبرفايزر اخر العشيه ما يقسم التب قال النهارده التب مخستي عليه، يعني حتى الساحه كانت مليانه. دلوقتي اقول ما اقولش مش عارف اخذ القرار، او خايف يقولوا ده انا عايز اوقع بينهم لان هم الثلاثه كانوا يد واحده ومع بعض. انا الوحيد اللي كنت منبوذ شويه، بس صراحه للامانه السوبرفايزر كان يغيب ويجيني ويقعد يحكي معاي لانه زي ما قلت لكم قلب ابيض بس جواه جرح عميق. جينا تاني يوم نفس القصه، صاحبنا ده مركز معاه ياخذ التب ويحط جزء منه في جيبه وجزء يحطه في الصندوق. فطبعا الخلل والعجز مع يوضح لانه السوبرفايزر عارف الليله دي كنا بالصلاه على النبي نلمه تب كبير، يعني ممكن 500 جنيه 600 جنيه تب. بس كان معروف ركن الشيشه معروف بالتب الكبير. وكان في شخصيات يا جماعه تجي المكان، يعني كان في شخصيه سياسيه كانت شغاله مع مين؟ مع مكتب الرئاسي، طبعا مش هقول على اسمه. كان يجي المكان دي والبدله والتليفون الايفون والدنيا الحلوه، وكان الشخص دي اول ما يوصل المكان الدنيا تتقلب، المطعم كله يتقلب ويجروا وراه. وكان ليه شيشه مخصوص بتاعت الباشي محطوطه على جنب ومحطوط عليها ستيكر. وكان اول ما يجي المانجر يجري وراه، السوبرفايزر كله يعني كله يوقف انتباه لأن شخصية سياسية ومشهورة يعني. وكان ناصر هو المخصص الوحيد إنه يظبط له الشيشة ويهويها له والتلج والدنيا، المهم يروق عليها ويقعد واقف جنبه لحد ما يمشي. أنا بيني وبينكم كنت أتفرج على المشاهد دي كلها وأشوف يعني أقول إيه يا عم اللي أنتوا بتعملوه دي، بس ما كانش لي دعوة، كان آخري أنا بس النصبة ماليش دعوة بالساحل. وفيه الليلة دي طبعا صاحبنا دي الباشا كان يدفع تب بال200 250 150. فجاء السوبرفايزر اخر العشيه يلم المحصول اللي في الصندوق. المهم برضو الغله قليله مش زي كل مره. راح سال نصر قال له مال الباشا عطاك كام؟ قال له النهارده شكله ما معهوش فلوس ولوى وشه العكر القصير المعرقص وتنى عيونه زي كدي. السوبرفايزر قلبه ابيض غلبان صدقوا، انا عارف الحقيقي لاني ما اشوفه. جيت تاني يوم برضو احنا وشغالين، رحت قلت لازم اقول للسوبرفايزر. رحت قلت له على فكره انا في حاجه عايز اقول لك عليها وللامانه بس وخايفك تفهمني غلط او تحس ان انا في حاجه يعني عداوه بين فلان. قال لي ايه في عصام؟ قلت له انا معي شوف نصر معي ياخد تب ويخليه في جيبه. قال لي لا يا راجل. قلت له والله شفته كذا مره ياخد التب ويخليه في جيبه. انا عيني على الكل في الساحل لان كنت عاوز اثبت نفسي في المكان وما اديهوش فرصه ان هو يمسك علي غلطه. يعني اشوف الشيشه دي هتجهز، كاستمر نزل قعد على طول عيني على الميه وعلى الشيشه وعلى كله. المهم السوبرفايزر لما قلت له صدم شويه وبعدين قال نشوف الموضوع ده يا عصام نشوفه. وابتدى يركز معاه
عينه عليا. حس انه متراقب نصر، ما كانش سهل. حس انه متراقب، راح ابتدى ياخذ التب ويجيبوا الصندوق. جا التب اخر العشيه انتعش ورجع تاني الغله والمحصول زي ما كان. اليوم اللي بعده اللي تعود على مادة اليد مستحيل يبطلها مهما كان، برضه رجع تاني يلعب نفس اللعبة وانا شايفه. المهم مشى الحال فترة زي كده، وصراحة انا كنت متنكد ومتضايق من اللي ما يحصل. حس ان انا شفته، رحت انا قلت له على فكرة انا شفتك انت ما تحط التب في جيبك. قال لي ايه الكلام اللي بتقوله ده، انت ازاي تقول كده، وعمل بوليكا وخدوهم بالصوت لا يغلبوكم. قلت له والله بص، ربك كبير وشايف وعالم، ودي حاجة بينك وبين ربك، واصحابك زيك شقيانين وتعبانين، ان كان السوبرفايزر ولا علام زيك. علام ده واقف مبوم وسوسي، يعني انا مكشف لك حقيقي وبرضه واقف لاصق معاه. يا ولد انا معبين لك كل حاجه. ناصر حس انني خطوره عليه، ولو تتذكر انا قلت لكم في الحلقه اللي فاتت انه هو الوحيد اللي معيجي متاخر في الشغل ليه، لان المانجر بتاع المطعم نسيبه. شوف الحته دي، اعمل لايك وشير وما تنساش اشتراك في القناه لو ما اشتركتش. قلت ظهره يا حاج، اللي ليه ظاهر ما يتضربش على باطنه. المانجر المسؤول عنه كلني نسيبه، واخد اخته ومتحمل انه هو ما يتاخر، ومتحمل كل حاجه، لان انا سمعت فيما بعد انه هو الواد ده كان قلق في المكان. فالمهم راح عمل في صاروخ ارجو للمانجر، قال له عصام ما يهدر في المعسل. طبعا انا ما اعرفش، بس تفاجأت ان المدير جاي. طبعا الحجاره دي يا جماعه اللي بنرصوها نحن لها محدد، كل حجر شويه شويه شويه. كان الباكو الواحد ممكن يكسب 2000 جنيه، 1000 ونص الباكو، وهم يجيبوه ممكن من الاونلاين بين، مش عارف لما يجيبوه من الامارات ولا منين، كان يكسبوا مكسب رهيب في الباكو الواحد، اللي هو اللي معسل الفواكه ده، المستكه والحاجات دي. احلى فلوس كانت، بس مش هكذب عليكم فلوس يعني ما تضر بالناس. حتى نحن كانت برضو الواحد مستحرمها، والسوبرفايزر ده كان على طول مسكين يقول والله يا عصام انا بص عايزك تسافر باقصى سرعه، لان الشغلانه دي مش كويسه ومش حلوه وانا مستحرم فلوسي. قلت له والله انا هي كلها شهور ان شاء الله وربك يسهل الحال. المهم جاني المانجر قال لي عصام وريني الحجر دي. قلت له ليه؟ قال لي هنوزنوه، وجاب الميزان. نصر واقف عايز يشمت وعايز يلقانا انا مزود عشان يثبت كلامه وتوكل على الله. وزنوا لقيوها بالضبط، مش عارف كان ساعتها كام جرام الوزن المطلوب، الواحد نسي صراحه مش متذكر. قال الله ينور يا عصام، ومشي. وفشلت خطه نصر انه هو يطفشني، وقالها لي وش؟ قال لي يا اخي انا اخلص منك ازاي؟ قلت له ليه؟ انا قاعد فوق راسك. والله زي كده. وحكيت للسوبرفايزر قال لي هو الواد ده شويه سليط ومعلش يا عصام نتحملوا بعضينا. قلت له ماشي. يشاء السميع العليم انه هيجيله من العالي، من العالي من فوق، وده هتعرفوه ان شاء الله في الحلقه اللي جاي، وهتشوفوا حكايه نصر واللي حصل له في الحلقه الجايه ان شاء الله. واللي ما عملش لايك وشير يعمل لايك وشير، وما تنسوش الاشتراك في القناه. تحياتي لكم.